مساء الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكون اموركم بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم وصفه ديال ملوي خامر. العجينه ديالته كنستعملوا فيها واحد الطريقه ديال الخميره، يعني واحد شويه ديال الخميره، ماشي بحال بغينا نعجنوا الخبز ولا المطلوع. كنديروا فيه غير شويه ديال الخميره باش ما يضرناش في المعده. بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال المعده ولا كلاو اللي كنقولوا حنا الخبز الفطير كيضرهم، هذا كيجي زوين وما كنحتاجوش فيه الزبده للتوريق. كنستعملوا واحد الخلطه بواحد المكون جديد اللي كتعطيها مذاق رائع بزاف. بالنسبه للعجينه كنعجنوا العجينه عاديه، يعني ما شاركتش معكم طريقه العجينه لانه الاغلبيه كيعرفوا العجينه ديال المسمن اولا ديال الملوي كي تتعجن. ما كاين لاش نطول عليكم فيه. كنشد كميه ديال الفينو، كنغلبها على الفورس، وكندير معاها القياس ديال الملحه، معلقه ديال العسل اولا معلقه السكر على حسب اشنو اللي توفر عندكم، وطريقه ديال الخميره ما كنكثروهاش، لانه كيف ما عرفنا كاملين بانه العجينه ديال المسمن اولا ديال الملوي كيخصها ترتاح شويه باش تعطينا الطوع في الخدمه. فاش غادي نخليوها ترتاح الا كانت فيها الخميره بزايد بحال بغينا نعجنوا الخبز ولا المطلوع، غادي تخمر لينا العجينه وما غاديش يجي معنا زوين. ندوزو للطريقه ديال التوراق وطريقه التحضير. هنايا انا راه عجنت العجينه ديالتي وقطعتها هكا كويرات كيف ما المعتاد. غادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير وغادي نخليهم غير واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق يرتاحوا. بالنسبه لهذا الملوي هذا لانه كتكون فيه الخميره، يعني كتكون العجينه ديالته مرخيه واحد شويه، ضروري ما نورقوه فوق من ورق الزبده ولا ورق الطهي باش نقدروا نهزوه. لما استعملناش الورق غادي يجي يكرفسنا في الهزان ديالو، غادي يبدا يتحل لينا قبل ما نوصلوه للمقله. كيف ما شفتوا معايا هنايا في الفيديو كناخذ ورق الطهي ولا ورق الزبده وكنقسموه بهذا الشكل هذا، يعني كنطويه وكنقسموه بهذا الشكل هذا باش نتحصل على دوائر اللي كيكونوا كبر شويه من الاطار ديال المقله. هاد الوريقات هادو هما اللي غادي نقرص فوق منهم الملوي ديالي باش يعاونوني انني نقلبه فوق المقله بكل سهوله. بالنسبه للخلطه اللي غادي نورق بها، كناخذ كميه من الزيت، غادي نضيف معاها معلقه كبيره من الدقيق الابيض اولا الفورس، واحد 5 المعالق كبار ديال الفينو، والمكون اللي قلت لكم كنضيفوه هو الحليب بودره، واحد معلقه كبيره ديال الحليب بودره كتعوض لنا المذاق ديال الزبده وكيجي فيه واحد البنه اللي زوينه. صافي، هنا غادي نضيف واحد نص خماره، يعني هاد الساشيه غادي ندير منها غير النص ديالو، غادي نحتفظ بالنص الباقي. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان، يعني غنخلطهم غير بالمعلقه باش يولي عندي بحال الشكل ديال خليط متجانس. بغيت تخلطوه هكا غير عفوا في الزلافه ديالتكم ممكن، بغيتو دوزوه في الميكسور ممكن. صافي، فاش كيتخلط ليا الخليط ديالي بهذا الشكل هذا، غادي ندوز باش نبدا نطلق العجينه. ناخذ الكره الاولى اللي غادي نبدا بها، غادي نطلقها بالزيت عاديه، يعني في الاول ما كنستعملوش ديك الخلطه كنستعملوها فقط للتوريق. صافي، غادي ناخذ العجينه ديالتي، غادي ندهن سطح العامل بشويه ديال الزيت، وغادي نطلق العجينه بحال الا بغيت نصوب الملوي عادي اولا المسمن. غير فاش نكونوا كنورقوا في العجينه ديالتنا، خاصنا العجينه تجينا رقيقه بزاف، تيبدا يبان لينا سطح العامل من تحت العجينه. هنا غادي ناخذ كميه من داك الخليط، من الاحسن اننا نبداو نخلطوه مزيان، حكاش الا ما دوزناش في مولينكس بحال الا كيبدا كينزل لينا دوك الطحين الطحين كيبدا كينزل لتحت، يعني من الاحسن اننا نخلطو ونبداو نرشوا العجينه ديالتنا. صافي، بهذا الشكل هذا غادي ندهن العجينه ديالتي مزيان بهذاك الخليط، وغادي نطوي الطويه الاولى والثانيه بحال بغيت ندير المسمن. هذه الورقه الاولى غندير فوق منها الثانيه، وغادي ندير عاوتاني واحد شويه من داك الخليط. صافي، وهنايا غادي نطويها على راسها بحال الا درنا الطويه الثالثه، يعني غادي نخليها غير هكا طويله، غادي نتنيها على راسها مره اخرى وغادي نحطها على جنب، وندوز باش نورق الكويره الثانيه ديال العجينه.
يعني فاش نبغيو نبداو الخدمه كنقرصوا تقريبا نصف ديال الكميه، عاد كنبداو كنورقوا فيه وكنبقاو هكا منها نخدموا العجينه كاملها باش ما تخمرش لينا، وفي نفس الوقت ما كنضيعوش الوقت، يعني كنخدموا كميه كبيره في وقت وجيز. صافي هنايا الكويره الثانيه بنفس الطريقه غادي نحطها حداها. هنايا انا راه وجدت وحدين من قبل. بالنسبه للطريقه اللي كنلويو بها الملوي ديالنا، هذاك العجينه اللي خليناها مطلوقه صافي كنبداو كنطلقوا فيها عادي، كتكون طرخات كنبداو كنطلقوا فيها بشويه بشويه بهذاك الخليط اللي درنا، وكنحاولوا فاش نكونوا كنلويو فيها تكون مرخوفه، يعني نحاولوا ما امكن انه العجينه ديالتنا تكون مرخوفه، لانه الا زيرناها فاش غادي نبغيو نقرصوها التورق ما غاديش يبان. صافي بهذا الشكل هذا اللي وريتكم غادي نكملوا باقي الكميه اللي عندنا ديال العجينه كاملها. اي قريصه قرصناها كنديروها في البلاطو اللي حاطين حدانا وكنغطيوها ونخليوها على جنب حتى كنحسوا بانه القريصات اللي صوبنا في الاول طرخاو لينا. وديك الساعه كنشعلوا على المقله ديالتنا تسخن مزيان، النار اللي تكون متوسطه، يعني ما تكون لا مجهده لا خفيفه. الا كانت خفيفه بزاف العجينه راها بحال كتيبس لينا وما كتورقش، وإلا كانت مجهده راه العجينه كتحرق وما كطيبش من الداخل. هنايا شديت اول كره صوبتها كنقرصها بهذا الشكل هذا فوق من ورق الطبخ. هنا المقله ديالتي راني مخلياها كتسخن، دايره نار متوسطه باش تتسخن ليا المقله مزيان، ومن بعد غادي نحاول انني نقصها نديرها اقل من المتوسط بشويه، لانه انا عندي البوطه مجهده شويه. صافي فاش نكونوا كنقرصوا في الملوي ديالنا نحاولوا باننا ما نديروش رقيق بزاف، الا رققناه ما كيجيش زوين، كيجي معجن وما كيبانش التوراق ديالو. صافي هنايا غادي نديرها في المقله، غير كنديرها تقريبا واحد 10 ديال الثواني ولا ما كاملاش، وكنقلبها هي كتشمع ليا وكنقلبها. صافي هنايا كنبقى كندور فيها واحد شويه. بهذه الطريقه هذه كنضمنوا بانه الملوي ديالنا كيتنفخ لينا من الداخل، كيدخلوا الطياب، لانه الا تنفخ كيدخل ليه البخار ومن الداخل كيطيب لينا بداك البخار وما كيجيناش معجن. صافي غادي نبقى كنقلب فيها بهذا الشكل هذا حتى كنحس بها بانها بدات كتطيب من جهه، وكنبقى كنقلب فيها كنقلبوها بهذا الشكل هذا بزاف د المرات باش كيجينا داك التحميره ديالتها كتجي مقاده وكيجي محمر من الجهات كاملين بحال كيف ما غادي تشوفوا معايا في هذه الملويه الاولى اللي طيبت معاكم. كيف ما غادي تشوفوا معايا دابا فاش قلبتها راه كتبدا كتحمر بهذا الشكل هذا. هنايا ديك البليصه اللي ما تحمراتش كانت منفوخه من قبل، يعني غادي نحاول نضغط عليها شويه باش تحمر. كيف ما لاحظتوا معايا الا بقيتوا كتقلبوا فيه على خاطرو خليتوه يطيب على خاطرو، كتقلبوه مره كل جهه كتخليوه يطيب شويه، كيطيب محمر كله بهذا الشكل هذا، وكتجي حتى التحميره اللي فيه كتجي زوينه، يعني ما كيجيناش يابس وكيجينا مورق. هنا غادي نحاول انني نحل معكم باش تشوفوها، ولكن في الصراحه كانت سخونه بزاف يعني ما قدرتش انني نحلها باش نوريكم. المهم راه الفيديو واضح فيه كل شيء. هنايا غادي ندوز باش نطيب الملويه الثانيه باش نشرح معكم اولا باش تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالو بالنسبه الى ما قدرتش نشرح لكم مزيان. صافي هنا كي ترميها كنقلبها صافي، وكنبقى كنقلب فيه بشويه بشويه. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. فبالنسبه لهذا الفيديو هذا ما كثرتش عليكم فيه الهضره بزاف باش ما نضركمش في راسكم. المهم راه كنتمنى يكون كلشي واضح لكم في الفيديو. كيف ما لاحظتوا معايا راه كنبقى كنقلبوا على الجهات بجوج بزاف د المرات، وفي نفس الوقت راه مقابله المقله وكنورق في العجينه وكنقرص باش فيما تخوى ليا المقله كنكون موجده اللي غادي نرمي فيها. بهذا الوقت بهذه الطريقه هذه ما كتخسرش لك العجينه، وكتخدمي العجينه ديالتك في وقت اللي كيكون قليل.
العافيه الا كانت كيف ما قلت لكم ناقصه شويه على المتوسطه كيجينا التحميره ديالته زوينه بهذا الشكل هذا، ما كيطيبش لينا من جهه وتحرق لينا من جهه اولا يجينا معجن، كيجي الطياب ديالو هو هذاك في القياس. المهم غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نطيب الملوي اللي عندي كامل اولا كميه العجينه اللي عندي كاملها. نتمنى انه الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا اول مره تزوروني في القناه ديالتي ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع الاصدقاء والحباب ديالكم. وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.